السلام عليكم ورحمة الله. حكيمي عاوتاني كيدير نفس القضية اللي دار مع إبراهيم دياز وقنعو باش يلعب مع المنتخب المغربي. ها هو دابا حكيمي الولد الظريف، الولد الزوين، الولد الصالح المرضي، كيعاود تاني كيقنع لينا أيوب بوعدي باش أنه ينضم للمنتخب الوطني المغربي. وحنا عارفين دابا وراه جات من مصادر زعما اللي اعلاميين اللي كبار ومواقع اللي كبار ان ايوب بوعدي حاضر في اللائحه الاوليه اللي حطها لنا المدرب وهبي، اللي غادي تكون ان شاء الله للعابه اللائحه ان شاء الله اللي غتلعب اللقاءين الوديين ان شاء الله، واللي من طبيعه الحال من هاد اللاعبين هادو هما ان شاء الله اللي غادي يلعبوا كاس العالم اللي غيكونوا في اللائحه النهائيه، وان شاء الله اللي غيلعبوا كاس العالم في الميريكان. نرجعوا شويه بعض الناس اللي كيقولوا ايوب بوعدي اشنو بغى يزيد، ايوب بوعدي درتو ليه هاد الهاله الاعلاميه، ايوب بوعدي ما مسوقو حتى شي واحد. زيدان وما ادراك بزيدان اصر عليه وقال لي شوف مني غادي يحيد ديشون المدرب ديال الفرنسي مع غيحيد مع انا اللي غادي نتولى التدريب ديال المنتخب الفرنسي وغادي نعيط عليك. قال لي غير صبر ما تلعبش مع المنتخب المغربي ورا ان شاء الله مع غادي نشد المنتخب الفرنسي غادي تكون انت من الاوائل اللي غادي نعيط عليك باش تلعب مع المنتخب الفرنسي في الاستحقاقات اللي غتكون ان شاء الله 2030 او بزاف ديال اليورو ديال 2029. المهم ايوب بوعدي لاعب واعر، لاعب محوري، لاعب ناضي، ماشي بحال امرابط. امرابط عندنا واحد لاعب امرابط كيشد الكره اما كيخربق على الوسط ولا كيجلخ على الوسط ولا كيرجع اللور، ما كيعطيكش شي حلول لقدام، ما كيعطيش حلول، ما كيفتحش اللعب اللاعبين ديال الاجنحه وديال الاطراف، ماشي بحال ايوب بوعدي. ايوب بوعدي لاعب واعر، لاعب ثقيل، لاعب واعر تقنيا، سريع، كيعرف امتى يطلع اللعب، كيعرف امتى يهبط اللعب. راه باش تسناك دورتموند ولا بي اس جي انه غادي يمشي يلعب في البي جي عارفو راه واعر. واش دري اللي في عمره 18 عام والقيمه التسويقيه ديالو واصله 60,000 ولا 50,000 مليون اورو، راه شنو هي هادي؟ راه باينه، راه باين. واش السيد يلاه عنده 18 عام وواصل 60 مليار 50 مليار مغربيه؟ شنو زعما هاد اللاعبين وزعما هاد انريكي زعما فاش اختاروا انه يجي يكون مع الكتيبه ديالو زعما شنو زعما غير لاعب زعما ما يستاهلش هاد القيمه هادي؟ راه انريكي وليدي وما ادراك ما انريكي. انريكي راه مني كي في الاخر ديال الاحصائيات هو مورينيو كيدير هاد القضيه. الا ما ضربتيش اكثر من 12 كيلومتر في اي مقابله، عارف المقابله الجايه والله لا لعبتيها وما لعبتيش وما ضربتيش 12 كيلومتر ديال الجرا. يجي واحد يقول لك لا ايوب بوعدي علاش درتوا لي هذه الاعلاميه لا ما عنده ما يعطي، لا يمشي غير يلعب معاهم مني ما بغاناش. اسيدي من احنا المغاربه والمسؤولين المغاربه ناضيين والله تا واعرين، كيمشوا مع داك الشيء بالبارد بشويه. راه السي فوزي رجع داك النهار راه قال لهم ايوب بوعدي راه مغربي، راه قال لهم راه ما شفت انا شي فرنسي كيف ما قال على ابراهيم، قال لهم ما شفت انا شي سباليوني سميتو ابراهيم، وقال لهم دابا ما شفت انا شي فرنسي سميتو ايوب بوعدي. وغيوقع عليه كيما وقع ليا ما حتى هو، غادي غير يلعبوا خصوصا الفرنسيين كنعرفوهم راه دي غاسيست كبار، فرنسيين راه من اكبر لي غاسيست. واحد يقول لك لا ايوب بوعدي راه ما عنده ما يدير، ما عنده حتى شي اضافه في المنتخب الوطني. ايوب بوعدي راه لا مشات راه محرك راه واعر. واش كنهضروا على دي ماريا، كنهضروا على فيغو، كنهضروا على اللعابه اللي دازوا في مودريتش، كنهضروا راه هذا من هاد الطين هادو ديال اللاعبين. راه مني غادي يجي المنتخب الوطني راه غادي يعطي واحد القيمه كبيره وغادي يعطي واحد الاضافه كبيره. وحنا عارفين بلا وسط الميدان دابا القوه ديال المنتخب الوطني المغربي في وسط الميدان.
عندنا خنوس، عندنا ايوب بوعدي، عندنا بزاف د اللاعبين واعرين، وخصوصا في هذا الانفجار اللي انفجر حتى ابراهيم دياز. دابا شفنا ان المقابله الاخر مع ريال مدريد، شوف كيفاش كان كيخرج الكره، شوف كيفاش كان كيعطي باش يعطيه، ولكن ما كانوش كيعطيوه، ما كانوش كيمروا ليه. شفنا بزاف ديال اللقطات ديال ابراهيم دياز من كاس افريقيا، لعب مزيان في كاس افريقيا، هذاك البانيل كان اللي ضيع، ولكن مني عاود رجع الفرقه ديالو عاود انفجر. ودابا كنشوفوا ان ريال مدريد فيها ابراهيم دياز بوحدو، هما الاخرين كلهم خاصهم يمشوا بحالهم كاملين، حتى واحد فيهم ما يحمر الوجه. نرجعوا لايوب بوعدي ونرجعوا للمنتخب الوطني. ايوب بوعدي اضافه كبيره للمنتخب الوطني. عندنا جوج الاشكالات اللي باقيين عندنا في المنتخب الوطني، هو الاشكال ديال الدفاع، اللي عندنا الدفاع كامل مسيوس، كامل معطوب، كامل ما عندوش مقابلات في رجليه، كله في دكه البدلاء كاملين، ما كاينش على من تحط الا واحد حكيمي نقولوا بينو وبين عنده اصابه، ولكن حكيمي كيبقى من الركائز الكبار ديال المنتخب الوطني المغربي، ما تقدرش انك تحيد الا باستثناء حكيمي وباستثناء مزراوي. الاخرين كلشي معطوب، كلشي مضروب، كلشي محيطم، كلشي مدقدق، ما كيلعبش في فرقته، حتى واحد فيهم ما رسمي في الفرقه ديالو. المخير فيهم لاعب ما كيلعب حتى الدقيقه 70، كلشي مضروب. شادي رياض، اي الهلالي، ديوب، حكيمي هو كنشوفوه مضروب، مع ناسينا مضروب، اكرد مضروب، داير عمليه اكرد كاع. وعندنا الهجوم، دابا حنا مركزين على ايوب بوعدي يحتاج للمنتخب، ولكن في الهجوم راه زعما عندنا الله اعلم، راه لعب بوهمي، هجوم وهمي ديك النهارات بالرحيمي، بسميتو بالسيباري. السيباري راه ما مديماريش. عندنا ايوب بوعدي سميتو رحيمي، شفنا انه واخا ما كيفسجلش دابا مع الفرقه ديالو. النصيري الحاضر الغائب، كاين وما كاينش. الكعبي شناه مشى. راه ما عندناش الهجوم، عندنا فيه مشكل، والدفاع عندنا فيه مشكل. الا قدر وهبي انه يلقى هجوم مزيان بحال وسط الميدان، ولا يلقى دفاع مزيان بحال وسط الميدان، عرفوا المنتخب الوطني المغربي غيدي كاس العالم، غيدي كاس العالم بهذه القضيه، لان جميع المنتخبات دابا رادين البال المنتخب الوطني المغربي، رادين ليه البال. كل شيء المخلوعين منه. شفنا دابا بزاف ديال اللاعبين الكبار مرشحين المنتخب الوطني المغربي انه هو اللي غيدي كاس العالم، مرشحينه هو اللي غيدي كاس العالم. اذا ايوب بوعدي راه مهم بزاف في المنتخب الوطني المغربي. ايوب بوعدي كيبقى واحد القطعه، وغيولي ان شاء الله من هنا لقدام ومن هنا 2030 غيولي ركيزه كبيره في المنتخب الوطني المغربي، غيولي ركيزه كبيره في المنتخب الوطني المغربي. دري عنده 18 عام، وصل هذه القيمه التسويقيه كامله. دري عنده باغي انريكي، باغي المانشستر، باغي الارسنال، باغي الدوري الانجليزي. وعنده السيد اللي عنده 18 عام وعنده الختوريه هذه في الكره، ويجي واحد يقول لك لا، ما عندوش بلاصه ديالو في المنتخب الوطني، لا يكون غير مشى لعب مع المنتخب الفرنسي. لا سيدي، يلعب معانا ونحذروه ونراريو به، لانه من هنا لقدام ما غاتبقاش هذيك كان كيلعب لاعب مغربي، المغرب دا كاس العالم، المغرب نافس على كاس العالم، المغرب ولا كيدي كاس افريقيا، المغرب سيطر طولا وعرضا. علاش؟ بهاد اللعابه. الا كانوا عندنا هالطين هادو من هاد اللعابه هادو، فكونوا اكيدين ان المنتخب الوطني المغربي والمغرب غادي يسيطر طولا وعرضا على الكاس، على الكره العالميه. ما كنتش كان الكره الافريقيه والكره العربيه. الكره الافريقيه والكره العربيه حنا فتناهم بسنوات ضوئيه، سنوات ضوئيه، لا بنيه تحتيه، لا في اللعابه، لا جميع المنتخبات. كنشوفوا ان ثقافه الانتصار دابا ولات عند جميع الفراقي ديالنا، جميع الفراقي وجميع المنتخبات الوطنيه من اصغرهم حتى اكبرهم، كلهم تربات فيهم هذيك الانتصاريه، وتربات فيهم هذيك الثقافه ديال الانتصار. ما بقى حتى شي واحد راضي انه يلعب ضد شي فرقه اوروبيه ولا افريقيه ولا عربيه، ولا خصوصا شي بطوله عربيه، وانه ما يديهاش.
والشباب اللي غاديين بكاس العالم شدوا الكاس العالم بالشيل الكاس الاخيره، والشباب كاملين اللي داو كاس افريقيا وداو الشان وداو كل شيء، وحنا على ابواب دابا كاس افريقيا اللي بقات لها واحد يومين، غدا ولا بعد غدا غادي يكون، مابقاش عرفت التاريخ، ان غادي تكون الافتتاح ديال كاس افريقيا للشباب. يلا تا هما غادي يدوه ان شاء الله، راه كاينه في المغرب وتا هي غتكون مغربيه ان شاء الله. حنا عارفين ان المنتخبات الوطنيه كامله مسيطره دابا على الكؤوس الافريقيه ومسيطره على البوديوم. ان شاء الله ايوب بوعدي مغربي، وان شاء الله غيلعب المنتخب الوطني المغربي وغيديروا كاس عالميه واعره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.